بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. هنعمل ان شاء الله النهارده الرز بلبن. كوبايه رز حطيتها تستوي عادي في ميه عاديه خالص، يا دوبك لسه هتدخل في السوا. اول ما الميه شربتها كده خلاص بقى هطفي عليه، لان هكمل سواها في اللبن. بس شوفوا بقى التركية اللي جايه دي، انا مش عايزه الرزايه صحيحه. حطيت كوبايتين لبن، اللبن ساقع والرز سخن فمش هيأثر على الخلاط ان شاء الله. قلبته في بعضه واديته كده فرمتين في الخلاط بحيث ان الرزايه تتكسر، ما تبقاش كامله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا دوبك خدت لفتين ورحت مرجعه في نفس الحله تاني علشان يبقى عامل زي الكريم، ما تحسش ان انت بتاكلوا رزايه رز كده. طبعا مش هيبقى مهلبيه لان مش فرماه جامد، انا فرماها بس لفتين يا دوبك الرزايه اتكسرت. رجعته للحله تاني وحطيت في الخلاط كوبايه لبن علشان انزل الرز اللي لسه في الخلاط. تعالي بقى شوف الاضافات اللي انت عايزه تحطيها. انا حطيت للرز بلبن ده نص كوبايه سكر، لو انت عايزاه مسكر عن كده ضيف الرز اللي انت السكر اللي انت عايزاه. عندك بقى دوري في تلاجتك كده بقى شويه جوز الهند شويه زبيب المتاح عندك، ما كانش فاللبن كفايه لان اللبن ده بخيره يعني بالقشطه بتاعته، ويبقى دسم وحلو قوي 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 للي هياكل منه ان شاء الله. حطيت شويه جوز الهند وحطيت كمان شويه كريم شانتيه، معلقه كريم شانتيه كانت عندي بتعزز الطعم، تخليه كريمي كريمي يعني، ومعاه شويه فانيليا. هنقلبهم كلهم في بعضهم ونزود بقى شويه حليب. انا ما بستناش لما اللبن ينشف، انا بخليه جوسي كده علشان لما تيجي تاكليه يبقى كريمي فوق، وهو لما بيبرد عموما بيتقل. الرز بتاعنا خلص كده، هنحطه بقى في الاطباق. شايفين شكله جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ريحته جميله. تعالي بقى، ما عندكيش مكسرات وعندك شويه عنب زي ما انا هعمل كده، عندك حبايه مانجا، يا بصي ما عندكيش حاجه خالص، هو طعمه جميل. بس انتوا بقى تعملوا الديكوريشن اللي انتوا تحبوه بالامكانيات اللي عندكم. فيديو بسيط واي حد يقدر يعمله، وان شاء الله بتطلع من اول مرة لو مشيت على الخطوات دي. اتمنى الفيديو ينال رضاكم، استودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.